ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل النهارده مع بعض السجق في البيت. ده كده نص كيلو لحمه مفرومه بالدهن بتاعه، معلقه كبيره هرسه الشطه اللي احنا عاملينها مع بعض بالثوم، هنا فلفل اسود، ملح، كزبره، بابريكا، 7 بهارات، معلقه بيكنج باودر، معلقتين نشا. ده كده البهارات بتاعه السجق، فلفل وملح وكزبره وبابريكا و7 بهارات وبيكنج باودر والنشا، حطهم عليها. هي دي كده الخلطه على بعضها، اللحمه والبهارات اللي احنا قلنا عليها. اقعدي بقى ايه، اعجني فيها لغايه لما الانسجه بتاعت اللحمه، لغايه لما تطلع خيوط. يعني ادعكي بيها بالبهارات بالحاجات دي كلها لغايه لما الانسجه بتاعتها تخش في بعضها بالتوابل بالحاجات دي كلها. كده انا قعدت اعجن فيها لغايه لما الانسجه بتاعت اللحمه خلاص اهي، والبهارات دابت فيها. انا عكيت ايدي كده زيت وقعدت اعجن في وحط خلطه السجق، معلقه برضو من ضمن البهارات، خلطه السجق. انا كده مشكلاها اهي، مشكلاها على فكره على ايدي. دي كده طريقه السجق والبهارات اللي احنا حطيناها، ومعلقه من خلطه السجق، ودهني زيت وعجنيها لغايه لما تبقى كده، وشكلها بقى زي ما انت عاوزه. انا كده خلصت السجق، عمل لي كده طبق حلو، نفس الخطوات ونفس الخلطه اللي احنا حطيناها. ما تنسيش خلطه السجق، معلقه من خلطه السجق، وتدهني ايديكي زيت وتعمليها. عايزه تحطها في كيس من بتاع اللبن وتشكليها، اعملي. عندك كيس بتاع الحلويات حطي فيها وشكليها. يلا يا قلبي، دي كده فرزاها عندك في الفريزر، لما تعوزي تعملي مع خضار، عايزه تعملي بتاع بيتزا وتطلعي سجق وتعملي فيها، تنفع في البيت. دول كده شويه عملتهم صغيرين. عايزه تعملي طبق بيض بالسجق، عايزه تعملي فول بالسجق، اللي انت عاوزاه. يلا يا قلبي، باي.